اضطريت اعمل الكام ثانية ديت عشان اعتذر فيهم عن اخطاء حصلت في الفيديو، زي قراءة ارقام، زي احيانا ذكر اسماء غلط. ولكن لاني ما بحبش ان انا اعيد فيديوهاتي، بؤمن بمبدأ ان اللي بيطلع من القلب بيخش القلب، فما بحبش اعيد الفيديو. حبيت اعمل الكام سنة دي اعتذر لكم فيها عن بعض الاخطاء اللي وردت، اللي هي بتتفهم ضمنا، وانت بتتفرج هتفهم المقصود بيها anyway. عموما مرة تانية انا اسف. اضطريت يا اشير سيسي الفيديو ده الناس مش ضدك اضطريت اشير الفيديو ده عشان اشغله او اسمعكم من غير ما اظهر اسم اللي عامله او الصفحة اللي انا جايبها من عنده. الشخص اللي مشير الفيديو او عامل الفيديو ده او حطه على الصفحة بتاعته وانا جايبها من عنده، انا مركزتش. اشهد له بالوطنية، انسان وطني بيحب بلده كويس جدا جدا جدا. المشكلة ان الناس فاهمة الوطنية غلط. يعني انا بتشوفوني يعني لما بعمل، ممكن بحب اعمل حاجات بهاجم السيسي، بقول اللي مش عاجبني، لكن بكون واقعي. يعني ايه واقعي؟ يعني لما اجي اتكلم عن حاجة مش مظبوطة في مصر، غالية في مصر، مش طبيعية في مصر، فبقول هي الحاجة ديت نظامها ايه بره. يعني بره نظامها ايه. يعني مثلا اسمعكم الفيديو ده وانتوا تقولوا لكم رأيي، تقولوا رأيكم. ولا ضد بلد. واحدة المفروض بتتكلم عن السيسي، ده الفيديو ده معمول بالاي اي على فكرة. يعني مفيش واحدة ولا حاجة، هو الاي اي ده بقى كل واحد عايز يقول اي حاجة يجيب لك شكل واحدة حلوة وتتكلم بلوجة او بصوت تاني وتقول اللي هو عايزه. ده الفيديو ده اي اي. بلدها بس الناس بدها تعيش. الغلا كسر ظهر الناس يا سيسي، اللي كان قادر زمان يعيش ب1000 اليوم محتاج 10. ما هو مش معقول بلد بتصدر غاز تبيع غاز غالي لأهل البلد. يا ريت الحكومة تطلع على الناس البسيطة عن جد. افهموا انه الصبر له حدود. الشعب المصري تعب من وعود الصبر، بده تطبيق على ارض الواقع مش شعارات. انا بتفهم لما المصريين يطلعوا يتكلموا انه كيف دولة مثل مصر دولة غازية وانه المواطن المصري مش لاقي يدفي بيته. طب وين العائد تبع الصفقات اللي المفروض ترجع على المواطن؟ وليش رغم الصفقات المواطن المصري عم بيعاني من زيادة شهرية بالفواتير كل شهر رغم انه مصر بتصدر الطاقة؟ اعتقد بكفي الناس بدها تعيش. الكهرباء نار والغاز نار والاكل نار، الدنيا صارت فوق طاقتهم والفقير فعلا مش قادر. عموما انا ما دخلني وما بهمني، مش هو هذا الموضوع اللي انا طالعه اتكلم فيه، لكن انا متفهمة مشاعر الشعب المصري تماما. لكن الشيء اللي مش متفهماه تماما اللي هو السؤال الاساسي بهذا الفيديو، شو دخل السعودي باللي بيصير في مصر؟ ليش عم بتهاجموا السعودية والشعب السعودية كله شخصيات معروفة في السعودية بسبب انه الغاز غلي بمصر؟ طب معلش يعني يا اخويا المصري عشان تهدى النفوس، بس ايش دخل السعودي؟ الغلا من عندكم والقرارات من حكومتكم والاسعار. فيديو تحس انه معمول، يعني في سم كده، سم معمول، وكله كذب. الظريف ان كله كده. يعني يقول لك مصر دولة غازية، ده الغازية دي تبقى امك اللي غازية. انا عايز افهم غازية ايه مصر. مصر كانت في وقت من الاوقات ايام ما كان حقل الظهر كده، ودلوقتي احنا بنستورد غاز كتير عشان نطلع كهرباء. احنا بنستورد غاز مش بنصدر غاز. وبتقول بنبيعه وما بنرجعوش للمواطن ليه؟ ده كلام فاضي من حيث الاساس. الحاجات التانية، مين اللي قال ان سبب البتاع احنا لومنا السعودية عشان عندنا غلاء في مصر؟ افهم جايباها منين دي؟ تحس ان الناس بغض النظر عن صاحبي اللي هو انا اعرفه ان هو وطني، وعمل او انا جايب من عنده الفيديو ده، بغض النظر ان هو هو اللي عامله او غيره او غيره او مقتنع بايه، لكن واضح ان السم موجود في البتاع. تصادف انا دايما لما باجي حد يكلمني عن مصر فبقول له العالم كله كده، وبقول له ان امريكا كده، وامريكا مش طايقين الغلاء والمواطن المتوسط، وقلتها مليون مره قبل كده ومحدش يرد عليا يقول لي الدولار زي الجنيه والكلام الفاضي، لانه كلام فاضي. قلت ان يستحيل ان مواطن بدخل متوسط، زي المدرس وزي اللي شغال في شركة، عامل الكتابي الغيره اللي هو بياخد له مثلا
في حدود $50,000 في السنة. يستحيل ان هو يفتح بيت ويعول زوجة وطفل واحد او حتى من غير اطفال $50,000. يستحيل. وتحديت ان حد يثبتها لي ويقولها يعملها ازاي. جيت انا بقى دلوقتي تصادف ان واحد صاحبي صديق ليا موجود في تركيا دلوقتي بيزور تركيا. فقلت له بالله عليك روح. صاحبي ده من ضمن الحاجات امريكي مصري تركي. امريكي مصري تركي بيحمل الثلاث جنسيات دي. فهو بيزور في امريكا فراح ياكل وقلت له ابعت لي الكلام ده النهارده كل الطبق ده. برضو اضطريت ان انا اعمل سكرين شوتس عشان ما اجيبش اسمه واجيب المحادثه ويبقى بتاع، لاني ما خدتش اذنه ان انا اعمل كده. الطبق ده زي ما انتم شايفين عباره عن رز وشرايح لحمه فوقيه، واعتقد في هنا بينز هنا زي ما يكون شكلها كده ان في فاصوليا، لحمه وفاصوليا وعليها شرايح لحم. كل الطبق ده. طيب الطبق ده نظامه كلفه قد ايه؟ الطبق ده كان معاه واحد صاحبه. فالطبق ده هو ب 645,000 ليرة. 645,000 ليرة تركية. الطبق اللي انتوا شفتوه ده. نشوف اللي دفعه. لما جم يتحاسبوا كان هو معاه واحد صاحبه. انا طبعا لازم اكون حريص وما اقولش ان هو ده الثمن. لا، الثمن اهو 2 في 700 الواحد 1400 ليرة. كانت الكان بتاع الصودا، كانت الكوكا على فكرة اسمها كان مش كنزاية. اللي يقول لك كنزاية ده تعرف انه جاهل على طول، انسان جاهل. حاجة اسمها كان، الجمع بتاعها كانز. ما ينفعش تقول جانز كنزاية، يعني الجمع تعمل منه مفرد. ما ينفعش الكلام ده جهل. لو عايز تقولها بالطريقة المصرية اياها ديت زي نظام سطبنا وعملنا والحاجات ديت، يبقى تقول كانت صودا مش كنزاية. الصودا $80، 80 ليرة. يبقى طبقين الرز 1400، الصودا 80 ليرة. نيجي هنا بقى بعدها المجموع كام؟ ديت وكانت الصودا 80. الضريبة على الأكل 134,055 ليرة. 134,000. دفع التوتال كام؟ 1480 ليرة في طبقين رز بالفاصوليا واللحم. 1480. اعملهم انت بقى بالدولار بالمصري وشوف الحساب كام عشان تعرف ان الدنيا، بنقول لك الدنيا كلها بقت غالية. وانا عملت فيديو قبل كده قلت ما ينفعش ان الدنيا ترخص تاني. ما ينفعش ان انت تكون مغير للعالم بتاعك. انت عبارة عن ايه الصورة دي؟ هو بيقول كاتب لي بيقول ايه؟ food in Turkey is more expensive than USA. يعني الاكل في تركيا اغلى من امريكا. الاكل في تركيا اغلى من امريكا. فيا جدعان كفايه سلخ في بلدكم وكفايه بتاع والكلام الفاضي اللي الفيديو اللي انا شغلته لكم ده بيقول، والجهل والناسك منها يا عيني لم تغادر مكانها. زي الشجر اتولد في مكان وعاش في نفس المكان وهيموت في مكانه، ومحدش بيفكر يبص لبره. كله بيسمع. بتسمع ليه؟ فرحان انت بقى باللي يساعدك، واللي يقول لك مش عارف الغلا، واللي يقول لك مش عارف ايه. وبعدين تبص تلاقيهم دلوقتي عمالين نقارنوا بين الكلام بتاع ايران. انت فين وايران فين؟ انت فين واسعار ايران فين وكساد ايران فين وانهيار عملة ايران فين؟ انت فين؟ اقسم بالله ان انتوا في نعمة في مصر. بقول لكم انتوا في نعمة. محدش يتكلم عن الغلا في مصر. الغلا